بتبدأ أحداث مسلسلنا مع كاتب مشهور اسمه هان، وهو ماشي في السوق بيكون عنده وسواس قهري وبيحاول يبعد عن الناس لحد ما بيقف عند مكان بيبيع الروايات بتاعته، لكن مش بيرضى إن حد يشتريها لأن رواياته بالنسبة له مش مجرد ورق. وبعدين بيجيله مدير أعماله وهو زعلان جدا لأن صاحبنا بيتخانق مع كل الممثلات اللي مترشحين للفيلم اللي كاتبه لأنهم مش بيمثلوا كويس، وبيطلب هان منه إنه يروح يدور على ممثلة جديدة. وبعدين بيروح البيت. أما دي بقى يا صديقي تبقى هنا من أشهر الممثلات اللي موجودين في الوقت الحالي، وبتكون قاعدة مع أصحاب الشركة اللي بتعمل لهم إعلان وبيشكروها على أدائها اللي ما شافوش زيه. وبعد ما بتخلص معاهم بتروح مع صاحبتها لمديرة أعمالها كيم عشان تشوف العروض اللي جاية لها، وبتقع عينها على الرواية بتاعت هان، لكن كيم بتزعلها وبتقول لها إن هان ده مغرور. بس صاحبتنا وهي ماشية بتاخد نسخة من الرواية وبتعجبها لما بتقرأها، وبتقول لصاحبتها تحضر لها ميعاد مع هان، وبالفعل بيوافق هان إنه يقابلها وبيتقابلوا الاتنين في كافيه. لكن أول ما بيشوفها ما بيداش أي اهتمام، بيقول لها أنا رفضتك يا بنتي قبل كده مرتين، أنت ما بتتعلميش؟ قالت له أنا اتغيرت وبقى تمثيلي أحسن. قال لها مش مهم، هرفضك المرة التالتة، وعرفها إن هو اختار واحدة تانية تمثل وسابها ومشي. ولما بينزل من المكان بيفضل ماشي في الشارع بس مش منتبه للي حواليه، وفجأة بتخبطه عربية. ساعتها بقى بيظهر قدام صاحبنا راجل لابس بدلة وبيقول له إنه هينقذ حياته. وبعدين هام بيفقد وعيه، ولما بيفوق هام بيلاقي نفسه في المستشفى اللي أمه تبقى المديرة بتاعتها، وبتفرح إنه فاق. وبيدخل كمان أبوه عشان يطمن عليه، لكن بيبان من طريقتهم إن في خلاف بينهم أو في حاجة إحنا ما نعرفهاش. وكمان الدكتورة المسؤولة عن حالته بتعرفه إنه ما حصلوش أي ضرر، فبيقرر هان إنه يسيب المستشفى ويرجع يشوف شغله. بيرجع مع مدير أعماله عشان يقابل المنتج بتاع الفيلم اللي بيطلب منه إنه يخلص على الأقل الجزء التاني من الرواية عشان هيبدأوا تصوير في خلال يومين. فصاحبنا بيقول له ما تقلقش، عيب عليك، في أسرع وقت الرواية هتكون خلصانة. في نفس اليوم أم هان بتروح عنده البيت ومعاها واحدة كده، دي تبقى سمسارة عقارات لأن أم هان عايزة تبيع البيت اللي هو عايش فيه عشان يرجع يعيش معاها. فبعد ما بتمشي الست دي بيخرج هان يقعد معاهم، بس بتخبي عليه إنها عايزة تبيع البيت وبتطلب منه انه يروح بكره يتعشى معاه. لكن صاحبنا بيرفض، بس مش عشان مش عايز يقعد معاه، هو مش عايز يقابل ابوه. من جانب اخر بتكون هانا قاعده في البيت وبتجيلها صاحبتها وبيتكلموا عن مقابلتها مع هان، وفجاه بتتصل بيها الست اللي كانت مع ام هان وبتعرفها انها هتقدر تجيب لها البيت اللي هي عايزاه، اللي هو المفروض بيت صاحبنا اللي هو قاعد فيه. هانا بتكون الفرحه مش سايعه، وتاني يوم على طول بتروح هانا تقابل ام هان وبتمضي معاها العقد، وبعدين بتروح عند البيت وتتصور قدامه وبتبعت الصور لامها. لكن وهي هناك بتتفاجئ ان هان هو اللي قاعد في البيت، فبيشوفها وهي بتتصور فبيطلع يجري وراها، بس قبل ما صاحبتنا تهرب بيقدر ان هو يوقفها. فبتتصدم اول ما بتشوف وشه، فبيقول لها انت ايه اللي جابك هنا؟ قالت له مفيش، انا بس جاي اشوفك وانت بتكتب لان امي من اكبر المعجبين بيك. وتوهت ومشت. وبتطلع من عنده تروح تزور امها في دار الرعايه لان عندها زهايمر، وبتفرحها انها اشترت البيت اللي اتربت فيه زمان، لكن امها مش بتوافق انها تروح معاها عشان ما تبقاش عبء عليها. في نفس الوقت بيكون وقت تصوير اول مشهد من فيلم هان، وبيفضل يتخانق مع الممثله والمخرج عشان بيغيروا في الاحداث، فبتخاف منه الممثله وبتقع على الارض. على طول بقى بتتنشر اشاعه ان هو ضربها، لكن هانا بتفرح لما بتعرف الخبر لانها مصممه انها تاخد الدور. وصاحبنا بسبب غلطاته دي مدير اعماله اللي بيصلح وراه بيروح لمدير شركه الانتاج اللي بيكون متضايق من اللي عمله هان، وبيفضل يتحايل عليه عشان يكمل انتاج الفيلم. فالمدير قال له انا مش هوافق كده وخلاص، لازم اللي غلط يجي يتاسف مني. فطلبوا من هان انه يروح يعتذر، ده لو عايز يعني يكمل الفيلم بتاعه. فصاحبنا راح بس هو مضطر وبيتاسف له، فبيوافق صاحب الشركه ان العرض يكمل بس بشرط ان هانا هي اللي تبقى بطلة الفيلم. وبالليل بيروح صاحبنا لبيت امه عشان يحتفل معاها بعيد ميلادها، وبيجيب لها قلم كده هديه بيقول لها عشان تبقي توقعي بيه، وكمان بيكتب لها رسالة تهنئة. فوالدته بتاخده للأوضة بتاعته عشان تفكره بأيام طفولته وتقنعه يعيش معاها. لكن قبل ما يدخل الأوضة بيفتكر اليوم اللي رجع فيه من المدرسة وشاف أبوه مع واحدة تانية في الأوضة، وكمان أبوه هدده لو قال لأمه ممكن يحصل لها حاجة. ومن وقتها وهام محتفظ بالسر، وهنا بنعرف سبب كرهه لأبوه. ولما بيجي أبوه عشان يحتفل معاهم صاحبنا ما بيقدرش يقعد معاه وبيسيبهم ويمشي، وبيرجع البيت وهو متضايق لأنه افتكر كل اللي حصل. في اليوم اللي بعده بتروح أمه للبيت بعد ما صاحبنا بيخرج يروح الشغل طبعا، وبتخلي عمال النقل يدخلوا حاجة هنا وبتتصل بيها عشان تروح لها على طول. فبتروح هنا جري والفرحة مش ساعة، وبتتصل بكيم مديرة أعمالها عشان تعرفها إنها اشترت البيت اللي بتحلم بيه طول عمرها. وبعد ما العمال بيمشوا بتدخل هنا البيت وبتفتكر حياتها زمان مع أبوها وأمها وقد إيه
هما كانوا مبسوطين مع بعض قبل ما والدها يموت. اما صاحبنا بقى بيكون لسه متأثر من اللي حصل امبارح ومن الموضوع اللي هو افتكره، فبيروح لصاحبه دونج صاحب محل الموسيقى، وبيفضلوا يشربوا عصير ليمون هما الاتنين، وبيفكروا دونج باليوم اللي جاله فيه زمان ودخل الأوضة وقعد يعيط فيها، وبعدين بيفقد الوعي من كتر الشرب. بيفوق هاني تاني يوم بقى بيلاقي نفسه في سريره، فبيقوم مفزوع وبيروح يشرب وبعدين يدخل الحمام، ومفيش ثواني وبتصحى هانا وبتستغرب ان حد شرب من الازازة، لكن بتتجاهل الموضوع وبتدخل الحمام هي كمان. وفي الوقت ده هما الاتنين حسوا بوجود بعض وكل واحد فكر التاني حرامي. صاحبنا كان بياخد دش وهانا راحت على الستارة وقامت شدها واتصدمت اول ما شافت هان، فبيقعدوا هما الاتنين سوا وبتعرفوا هانا انها اشترت البيت، فبيحاول يقنعها انه يدفع لها اضعاف المبلغ اللي دفعته، بس طبعا هي بترفض وبتهدده انها تبلغ الصحافه، فبيخاف من الفضيحه وبيسيبها ويمشي، وبيروح على طول المستشفى لامه وبيلومها انها باعت البيت من غير ما تقول له. اما هنا فبتروح لكيمو وبتعرف ان صاحب الشركه بنفسه وافق انها تبقى بطله الفيلم، فبتفرح جدا. وقتها ما بيكونش صاحبنا عارف يعمل ايه لما بيطلب منه مدير اعماله ان لازم يقابل هنا ويتاسف لها، لكن بيقرر يروح لها البيت ويطلب منها توافق. وفعلا لما راح لها صاحبتنا بتحسسه انه شغاله عندها وبتعرفه غلطه لما رفضها، وفجأة بيجيلها اتصال من دار الرعاية ان امها تعبانة، وهنا بيقرر هان انه يوصلها عشان ما تعملش حادثة بسبب قلقها. ولما بيوصلوا بيدخلوا هما الاتنين وبيشوف هان نظرة الخوف في عينيها على امها، وبعد ما بيطمنها الدكتور على امها بتطلع تبص على هان لكن بتلاقيه سابها ومشي. وفي اليوم التاني بتقوم هانا تطمن على امها، بعدها بتروح الكوافير وبتقابل الممثلة اللي طردها هان، وبتعرف انه اتخانق معاها لان الدور صعب عليه. في نفس اللحظة بيكون هان مش عارف يكتب في البيت الجديد اللي راح فيه، فبيتضايق وبيروح المستشفى وبيخبط بالصدفة في كتف الراجل اللي شافه لما العربية خبطته. ايوه هو نفس الراجل اللي كان لابس بدلة يوميها، وبيعرف منه انه مش هيعيش لمدة طويلة ولازم يستغل الوقت اللي باقي في حياته. والراجل ده بيختفي فجأة من قدامه، وبعدين بيطلع هان للدكتورة وبيحكي لها اللي حصل معاه، لكن ما بتصدقوش وبتقول له ان نفسيته تعبانة بسبب ضغط امه عليه لانها عايزاه يروح يعيش معاها في البيت، وباعت البيت اللي هو كان قاعد فيه من غير ما تعرفه. بعدها بيروح هان المحل بتاع دونج وبتدخل عليه بنت صغيرة تشتري هدية لجدتها، لكن هان لما بيلاقي الاسطوانة اللي هي عايزاها غالية فبيعدل السعر وبيديلها وبيدفع الباقي من معاه. بعدها بيلاقي هانا داخلة المحل وبتشكره انه وصله دار الرعاية يوم ما كانت امها تعبانة، وبتعرفه كمان انها وافقت انها تبقى بطلة الفيلم بس بشرط انه يكتب سيناريو يناسبها لانها بتمثل مسلسلات رومانسية، والسيناريو اللي هو كاتبه فيه عنف كتير. ومن تاني يوم على طول صاحبنا بيبدأ يكتب في السيناريو لكن ما بيقدرش يكتب لان اتعود على الأوضة بتاعته، فبيقرر يروح هو والمساعد بتاعه البيت لهنا ويتحججوا هناك بأي حجة بحيث ان هم يدخلوا الأوضة اللي هو كان شغال فيها. فصاحبتنا كان عندها شغل فسابت معاهم صاحبتها الانتيم ونزلت. في الوقت ده مساعد هانا عشان ما يعطلوش قعد مع صاحبة هانا الانتيم وتقريبا كده طلعوا عاجبين بعض فقرروا يرتبطوا. انما صاحبنا هو في اوضته بيفضل شغال لحد ما بيخلص جزء كامل من الرواية، وبالليل بترجع هانا وبتلاقيه لسه موجود في البيت رغم ان هو جاي بحجة انه نسى حاجة بس، فبيطلب منها هان انها تسيبه لحد الصبح عشان يسلم الجزء اللي بعده للانتاج عشان يبدأوا تصوير يعني، فبتوافق. لكن لما بيخلص الجزء اللي بعده بيديهولها، ولما بتقراه بتقول له ان شخصية البطلة دي مش لايقة عليا. هان بيقول لها انت هتعدلي على الكلام اللي انا كتبته، انا محدش عدل عليا قبل كده، وبيسيبها ويمشي. في اليوم التاني بيروح لمدير اعماله وبيطلب منه انه يوافق على طلبها انه يغير السيناريو بتاع المسلسل، فصاحبنا ما بيلاقيش حل غير ان هو يروح وراها في العرض اللي هي كانت عاملاه، وبيفضل واقف في وسط الناس. ولما بيلاقيها طلعت لوحدها عشان تروح الحمام بيروح ويستناها قدام الباب عشان يطلب منها انهم يتعاونوا سوا، بس للاسف بيشوفهم صحفي وهم واقفين وبيبقى عاوز ينزل خبر انه شافهم مع بعض. لكن صاحبتنا عشان تحل الموضوع خدت الصحفي ده تقعد معاه وقالت له انت عايز كم الاخر يعني؟ قال لها انا ما بتكلمش في فلوس بس انت وذوقك يعني. قالت له ما انت طلعت بتتكلم في فلوس اهو، واقنعته في الاخر ان هو ما ينشرش الخبر. ولما بيصحى هان تاني يوم بيلاقي الصحفي نشر خبر، بس مش خبر ان هم مرتبطين ببعض، لا ده نشر خبر ان هانا معجبة بالرواية. فهان بيتصل بيها يشكرها وبيقعدوا مع بعض عشان يتفقوا انه يأجر الأوضة بتاعته عشان يخلص الرواية في اسرع وقت. فبيتوافق انه يأجر الأوضة بس بشرط واحد، ان هو يعتبرها الرئيسة في البيت وكمان يبقى خبر انتقاله سر بينهم. فصاحبنا بيمضي وهو مضطر. وقتها بيروح هاني يجهز حاجته وبيرجع البيت ينضفه زي ما هو متعود، ولما بترجع هنا بيعرفها انه شال حاجتها
بتاعتها وحطها في المخزن، وبيدخل الأوضة يبدأ شغل. بس صاحبنا الشغل كان واخد كل وقته، فلما هنا بتطلب ليهم أكل ما بيرضاش ياخده. وتاني يوم هنا بتلاحظ إن ظهره وجعه، وده من كتر القعدة، فبتسيب له لازقة لظهره على الترابيزة وبياخدها لما بيطلع. من جانب آخر هان بتبقى قاعدة مع زميلتها في المستشفى، وبنعرف إن عندها مرض خبيث ومش عاوزة هاني يعرف، وعشان كده بتقرر إنها تقدم استقالتها وتستمتع بالوقت اللي فاضل في حياتها. وبتعرف صاحبتها إنها وصت عليها إنها تبقى مديرة المستشفى مكانها. في الوقت ده بيدخل عليهم أبو هان وبيتصدم لما يشوف ورقة الاستقالة. في اليوم التاني بتصحى هنا وبتلاقي هان مش عارف يشتغل، فبتفضل تديله شوية كلام في جنابه عشان تحفزه يعني، وبتسيبه متضايق من كلامها وتمشي. وبتروح تقابل مصممة الأزياء الجديدة وبتشبه عليها، لكن ما بتقدرش تفتكرها، وده بيخلي المصممة بتاعة الأزياء متعصبة. فبتدخل الحمام وتطلع صورتهم زمان مع بعض من أيام المدرسة، وفي عينيها نظرات الشر، يا ترى ناوية تعمل إيه. وبعدين بتروح هنا وكيم يقابلوا المخرج الجديد بتاع العرض، وبيستقبلهم صاحب الشركة كويس، لأن كيم قدرت إنها تجيب لهم عقد مع شركة مستحضرات التجميل اللي بتمثلها هنا. وبعد ما بتخلص هنا الاجتماع بتطلب منها كيم إنها تشرب شاي معاها في البيت الجديد، لكن صاحبتنا بتتحجج إنها هتزور أمها عشان مش عايزاها تشوف هان معاها في البيت. هان بقى بتكون في مكتبها، وبيجي لها اتصال من محقق هي كانت مكلفاه عشان يدور لها على حد تعرفه، والشخص ده يبقى دونج صاحب محل الموسيقى، لانهم كانوا اصحاب ايام المدرسه. وبتروح له وبيفتكروا ايام زمان، ايام ما كانت بتكراش عليه. وبالليل بقى بيرجع هاني البيت وبيلاقي هانا مستنياه عشان تطلب منه يشيل حاجته، لان امها هتيجي تقعد معاهم كام يوم. وبيوافق صاحبنا وبيبداوا يفرشوا الاوضه بحاجتها. وفي اثناء ما كانوا بيلموا حاجه هان بتشكره صاحبتنا انه وافق انه يمشي على ما امها ترجع. وبيطلع هان من عندها يروح يقابل المساعد بتاعه. وفعلا تاني يوم هانا بتيجي، واول ما بتوصل البيت بتفتكر ايام زمان لما كانوا عايشين في البيت ده، وبتفرح جدا. اما صاحبنا بقى بيبقى قاعد بيتغدى مع امه، فبتطلب منه انه يرتبط باي واحده لانها نفسها تشوف له حبيبه قبل ما تموت، لكن بيقول لها انا عايش حياتي عشان اشتغل وبس. وبتظهر معانا شخصيه جديده خالص، ده بقى يبقى جين صديق الطفوله بتاع هانا اللي كان مسافر باريس بقاله فتره عشان يحقق حلمه ويبقى رسام، وراجع دلوقتي عشان يبقى جنبها، وبيتصل بيها عشان يفرحها برجوعه. فاكرين بقى لما هانا قالت لصاحبنا انها عايزه تغير شخصيه البطله اللي موجوده في السيناريو؟ فعلا صاحبنا بتجيله فكره جديده عشان الشخصيه تبقى قريبه من شخصيه هانا، فبيطلع بسرعه وبيروح عشان يكتب السيناريو قبل ما يروح من دماغه، لكن ما بيعرفش يكتب في بيت المساعد، فبيقرر انه يروح بيت هانا يفضل سهران لحد ما يخلص الروايه ويمشي قبل ما امها تصحى. لكن هانا لما بتصحى بتلاقيه موجود في البيت وبتقول له يمشي بسرعه، بس يا دوب ما بيلحقش. وامها بتصحى وبتشوفهم مع بعض وبتتخيل ان هو ابو هانا، يعني ما تخيلتش ان هو حبيب بنتها، لا اتخيلت ان هو جوزها اصلا. وطبعا اصحابنا عارفين انها تعبانه، فبيحاولوا هما الاتنين يتماشوا مع الموضوع، وبيمثل هان فعلا ان هو جوزها وبيقعد ياكل معاهم. بعدها بتطلب منه ان هانا انهم يخرجوا مع بعض، فبيوافق صاحبنا وبيخرجوا. وبتكون ام هانا مبسوطه جدا وبتخليهم يتصوروا معاها وسط الاشجار، وام هانا كمان بتخليه يمسك ايد هانا. وهنا صاحبنا بيحس احساس غريب ناحيتها، وفي طريقهم بتلاحظ ام هانا كافيه في ناس بيعزفوا على الجيتار وبيدخلوه، وبيقرر صاحبنا انه يعزف لها اغنيتها المفضله. لكن بعد شويه بتتصل كيم بصاحبتنا عشان تعرفها ان عندها مقابله مع صاحب شركه مستحضرات التجميل، فهان بيروح لها ويقول لها روحي شغلك انتي وانا هفضل مع امك لحد ما انتي ترجعي. ولما بتروح هانا المقابله بتتفاجئ ان صاحب الشركه يبقى صاحبها جين، وبتفرح جدا انها شافته تاني بعد كل السنين دي. ولما بترجع البيت بتفرح جدا لما بتشوف هان بيرقص مع امها زي ما كان ابوها بيعمل دايما. وبعد لما امها بتنام بتسيبها وبتقعد معاه وبتشكره على اللي عمله معاه، وبتعرفه كمان انها شايفاه شخص كويس زي ابوها، وبتغير نظرتها عنه تماما وبتبدا كمان تعجب بيه. وبعد ما بتسيبه صاحبتنا وتمشي بيفضل قاعد لحد الصبح عشان يخلص جزء تاني من الروايه، وبيطبعها وبيسيبها على الترابيزه عشان هانا تقراها لما تصحى. لكن لما بتقوم صاحبتنا من النوم بتلاقي امها صحيت قبلها وكمان قرأت الروايه وعجبتها جدا، وبتقول لها كمان انها استعادت ذكرياتها لما كانوا في الكافيه وعرفت انه هان مش جوزها. بس صاحبنا لما حس انها فرحانه قرر انه يكمل اليوم معاها، وده بيخلي هانا تفرح جدا. وبعدين صاحبتنا بتروح توصل امها لدار الرعايه، وبيستغل هان خروجهم وبينظف البيت، وبيلاقي جواب في صندوق البريد وبياخده. ولما بتيجي هانا بتفتح الجواب وبتلاقيها رساله تهديد من حد هيأذيها في اهم يوم في حياتها، وصاحبنا بدأ يقلق عليها. انما هانا فكرتها رساله عاديه وبتكبر دماغها. بس لما بتروح تقابل جين الموضوع بيفضل شاغلها، فبيقرر جين انه يخرجها من حاله القلق اللي هي فيها، وبياخدها معاه للمرسم اللي رسمها فيه لاول مره، وبيفتكروا احداث اليوم ده بالتفصيل. وهي مع جين بتتاخر بره، بس هان قاعد قلقان في البيت انها اتاخرت لحد ما بيسمع صوتها جنب الباب ومعاها جين، وبتتحجج عشان ما تدخلوش. واول ما سابها ومشى ودخلت لقت هان متضايق عشان هي اتاخرت. قالت له انت
غيران ولا ايه؟ قال لها مين انا؟ مفيش الكلام ده. وبعدين مين اللي كان معاكي ده؟ قالت له ده جين صديق طفولتي. قال لها تمام. وفي اليوم اللي بعده بتقابل هنا مصممة الازياء وبتختار الفساتين اللي هتلبسها في مهرجان توزيع الجوائز، لكن البنت بتفضل متضايقة من هنا عشان ما افتكرتهاش. وصاحبنا كان قرر يروح المهرجان بس مش عشان يحضره، لانه خايف عليها من رسالة التهديد اللي جات لها. بعدها بالليل ابو هان راح للدكتورة عشان يعرف منها مراته تعبانة من ايه، لكن الدكتورة في البداية ما كانتش عايزة تقول له، بس لما بيضغط عليها بتعترف له وبتقول له ان مراتك تعبانة وعندها مرض خطير وما قدامهاش كتير عشان تعيشه. عشان كده كانت هان بتدور على اصحابها بتوع زمان، وكانت فعلا لقت الشخص التاني واللي هي صاحبتها الانتيم. وبتطلع هنا والظروف بعدتهم عن بعض، بس لما بيتقابلوا بيبقوا فرحانين جدا. نرجع تاني لهنا اللي كانت بتجهز فستان الحفلة، وبيدخل عليها هنا عشان يحذرها، لكن اول ما بيشوفها لابسة الفستان بتخطف قلبه وبيبقى متوتر وبيأمن الأوضة وبيخرج. وبتبقى هنا مبسوطة انه خايف عليها، بس صاحبنا لما بيخرج بيقابل جين وبيسمعه وهو بيكلمها في التليفون، وبيعرف ان هو ده اللي كان معاها امبارح. وقبل اخر فقرة في الحفلة بتطلع هنا لأوضتها عشان تستريح، ومعاها مصممة الازياء. ساعتها البنت دي بتحط منوم في المشروب وبتديه لهنا، ويدوب صاحبتنا بتشربه وبتبدأ تدوب وبتقرر انها تنام شوية. واول لما بتفوق بتلاقي البنت ربطتها من ايديها وبتفكرها انهم كانوا صحاب ايام زمان. وبعدين بتقفل بقها وبتحبسها في الحمام، وبتطلع تقول للامن اللي بره ان هنا بتجهز وثواني وهتبقى على المسرح. وبتقوم داخله واخده الفستان بتاع هنا وبتروح تحرقه، ومعاه كمان الصور بتاعتهم مع بعض زمان. بس هان كان قلقان عليها، فبينادي الامن يطلعوا اوضتها ويشوفوا في ايه، وهو كمان بيروح معاهم وبيخليهم يفتحوا الباب، وبيسمع صوتها في الحمام. فبيجري الامن عشان يجيب المفتاح، لكن هم ما بيستناهمش. بيمسك طفايه الحريق وبيكسر الباب وبيخرجها وبيطمنها. وبيدخل عليهم جيم في الوقت ده وبيلاقي هم معاها، وبيتعصب صاحبنا على الامن لما بيطلبوا من هنا تكمل الحلقه، لكن هنا بتهديه وبتقول انها عاوزه تكمل لان ده يعتبر اهم يوم في حياتها. من الناحيه التانيه بنلاقي ابو هان بيلوم مراته عشان خبت عليه انها تعبانه، ولما هنا بتخلص وتروح ما بتعرفش تنام من اللي حصل، وبتتصل بصاحبتها تيجي توصلها عند امها. وبيخرج هان لما بيلاقيها طالعه من اوضتها وبيكون عايز يوصلها عشان يطمن عليها، بس هي ما بتبقاش عاوزه تتعبه وبتروح مع صاحبتها، بس هو بيكون قلقان جدا عليها وما بيقدرش يستحمل يفضل قاعد في البيت لوحده. فبيروح لها دار الرعايه وبيقعد معاها هي وامها، وكمان بيعرف جين انهم في دار الرعايه فبيروح لهم ومعاه هدايا. وطبعا جين وهان ما بيبقوش طايقين بعض. وبعدها بتيجي مكالمة من الشرطة لهان عشان وصلوا للبنت اللي كانت حبست صاحبتنا، فبياخدها هان وبيمشي عشان يضايق جين. ولما بيمشوا جين بيرجع الشركة تاني، وبيعرف من المساعدين بتوعه ان الصحافة بتتهم هنا انها عايشة مع راجل غريب في البيت، بس طبعا مش بيصدق وكان عايز يتأكد بنفسه. وبالليل بترجع هنا البيت وبتنضفه، ولما بيجي هان بتعرفه انها كانت مستنياه لانها بتحس بالامان لما تكون معاه من ساعة ما خرجها من الأوضة في الفندق. وبعدها بيعمل لها كوباية لبن عشان تشربها، وبتعمل علامة على وشها، فلما بيقرب منها عشان يمسحها بيتوتر كده. وبعدين بيقوم مديها منديل وداخل اوضته بسرعه. وتاني يوم هان بتتصل بيه عشان يخرجوا مع بعض لانها عاوزه تعرف هو قاعد فين، لكنه مش بيرضى. ولما بيرجع البيت بيلاقيها مستنياه لانها عرفت من شركه النقل. وبتدخل البيت وبتلاقي صوره هنا في اوضته، وكان عايز ساعتها انه يكذب عليها ويقول لها انه عايش لوحده، لكن ما بيلحقش عشان هنا بتيجي في نفس الوقت ده. وقتها بيقرروا هما الاتنين يعترفوا لها بالحقيقه، هان بتفكر ان في علاقه بينهم، لكن بينكروا هما الاتنين. فبتقول لهم خلاص انا هصدقك واكدب عينيا. وبعد شويه بتطلع هنا من اوضتها عشان تروح تقابل جين، وده بيخلي هان غيران عليها عشان قلت لكم ان جين عايز يتاكد ان كانت عايشه في البيت لوحدها. فبيقول لها انا عايزين نعمل احتفال في بيتك، لكن هنا بتتهرب منه. صاحبنا بقى كان عامل حجه انه مش عارف يشتغل في بيت المساعد بتاعه، وعشان كده راح يقعد مع هنا في بيتها، لكن ده لوحده كفيل انه يخليه عقله مشغول بيها طول الوقت، وبتظهر له في كل مكان. من جانب اخر بتروح هان دار الرعايه وبتاخد هنا معاها، وبيروحوا يقعدوا مع دونج كمان في المحل بتاعه، وبيتصلوا باولادهم. ولما بيوصلوا اصحابنا هناك بيتصدموا كلهم لما يشوفوا بعض. وهنا الامهات بيقرروا انهم يقربوهم من بعض اكتر ويخلوهم يرتبطوا، وفعلا بيدبروا لهم ميعاد في المحل عند دونج على امل انهم يعجبوا ببعض. وفي الوقت اللي كان فيه الاتنين رايحين هناك بيكون جين جاله اخبار من صحفي بيراقب هنا ومصورها مع الكاتب هان، وهينزل الخبر بكره. نروح بينا لاصحابنا بقى اللي كانوا رايحين الموعد، وبيتعرفوا هما الاتنين على بعض اكتر هناك، وبيبان عليهم نظرات الاعجاب وبيبقوا مبسوطين جدا. وبعدين بياخدها هان وبيدخلوا اوضه الاستماع، وبيشغل هان اغنيه وبيعترف لها ان وجودها في حياته غير حاجات كتير جواه، وبيقول لها انه معجب بيها. وعلى قد ما صاحبتنا كانت معجبه بيه الا انها طلبت منه مهله تفكر يعني بسبب شغلها. ولما بيرجعوا البيت هما الاتنين بيلاقوا جين جالهم ومصر انه يدخل عشان يعرفهم ان في صحفي صورهم، وبيعرض على هنا انها تمثل معاه انهم مرتبطين قدام الناس عشان ما يتقال عليها انها عايشه مع راجل غريب في البيت. فصاحبتنا بتوافق، وطبعا
وطبعا هان كان ساعتها خايف ان جين يقدر يخطفها منه طول ما هو قريب منها. ولما بينزل خبر ارتباطها بجين بتروح معاه تقابل اخته عشان تهنيهم. في نفس الوقت بيكون هان قاعد مع الدكتوره وبتعترف له بمرض امه عشان ما يندمش على اي حاجه غلط يعملها معاها. واول ما صاحبنا بيطلع من عندها ما بيقدرش يستنى وبيروح لها بسرعه المستشفى وبيلاقي جواب التهنئه اللي كان كاتبه لها وبيفضل مستنيها لحد ما تخلص اجتماعها. وبتعرفه انها هتقدم استقالتها وبتوعده انها هتخرج معاه بكره لانها هتتعشى مع اصحابها النهارده. لكن هو ما بيقولهاش انه عارف بمرضها. ولما هان بيمشي بيفضل يفتكر تصرفاته معاها ايام ما كان بيتعصب عليها وكان متضايق جدا. ده حتى لما واحد خبط فيه في الشارع اتعصب عليه جامد وقعد يزعق له. ولما بيرجع البيت بيدخل ينام من غير ولا كلمه. ولما بتشوفه هنا بتحس ان في حاجه مضايقاه. وتاني يوم لما صاحبتنا بتصحى بتبقى قلقانه عليه لانه مخرجش من اوضته من امبارح بس كان لازم تروح شغلها. وبتطلع تروح مع صاحبتها لان كان عندها تصوير. وبيجيب لها جين ورد هناك وبيطلب منها تديله فرصه يثبت لها حبه ليها. في الوقت ده بيخرج هان مع امه وبيشتري لها خاتم وبيروحوا يتغدوا مع بعض كمان. وبيقرر انه ما يقولهاش انه عارف بمرضها وانه عايز يخليها طول الوقت مبسوطه وبس. ولما بيحكي لها اللي بيحصل بينه وبين هنا بتعرف ان هما معجبين ببعض. وبالليل بيرجع هان وبيلاقي جين في البيت وبيفضلوا يتكلموا مع بعض وحش لانهم اصلا مش طايقين بعض. وبيتضايق هان من وجوده فبيدخل اوضته. ولما بيمشي جيم من البيت بتدخل صاحبتنا عند هان الاوضه وبتلاقيه عمال يخبط كره السله اللي عنده في الحيطه. فبتقرر تلعب معاه لحد ما بتقع زي ما انتوا شايفين كده. فبتتحرج وبتطلع على طول تروح اوضتها. وتاني يوم بيعرف هان انها مش هتخرج فبيسيب لها السيناريو تقراه لحد ما يرجع. وبيروح ياخد امه يخرجها وبيتصوروا مع بعض. ولما بيرجع بيكون هنا خلصت السيناريو كله وبتفهم انه بيكتب كل المواقف اللي بتحصل بينهم في البيت. وهو قاعد جنبها بتلاقيه بيكلم حد في الشات وبتعرف انها امه وبيوريها الصور اللي اتصورها معاها. ولما بتعرف انها هتستقيل بتقترح عليه يعمل لها حفلة استقالة في البيت عندهم. وبالليل بتروح تتعشى مع جين اللي بيكون جايب لها ورد وساعة هدية. بس وهي معاه بتفكر في هان اصلا. ولما بترجع بتلاقي هان مستنيها عشان يتعشوا مع بعض. وفي اليوم اللي بعده بيروح هان ياخد امه وبيفاجئها بالاحتفال اللي عمله في البيت وبتبقى فرحانة جدا. وبيكون جايب لها طقم جديد غير الاسود اللي دايما لابساه وبتقول له انت عايز تبوظني على اخر الزمن. وبيقضوا وقت جميل مع بعض كله. لكن تاني يوم بتروح امهات صحابنا عند دونج وام هنا بتقوم تروح الحمام لكن بيجي لها حاله الزهايمر وبتمشي في المكان. فبتتصل ام هان بيه عشان يروحوا يدوروا معاهم. فبيطلعوا هما الاتنين يدوروا عليها وهنا بتفضل تدور في الشارع زي المجنونه لحد ما بتلاقيها قاعده في شارع وبتعيط. فهنا راحت تواسي والدتها لكن والدتها ما قدرتش تتعرف عليها ودي كانت صدمه بالنسبه ليها لان امها اول مره ما تفتكرهاش. وبتجري على هان لانها افتكرت انه جوزها تاني. فبياخدوها ويرجعوا البيت. وبعد ما بتنيمها هنا بتخرج تتكلم مع هان وبتعرفوا انها كانت خايفه من اليوم ده بس هان بيفضل يواسيها. وقتها بتقرر صاحبتنا انها تقرب منه اكتر وبتقوم مدوقاه بيه لكن بتحس بالاحراج بعدها وبتسيبه وبتقوم بسرعه. اما هان فبيدخل اوضته وبيكون مبسوط من اللي عملته هنا. في نفس الوقت بتخرج ام هنا من الاوضه وبتعرفهم انها اتصلت بصاحبتها اللي هي ام هان عشان توصلها لدار الرعايه وبتسيبهم وبتمشي. وبعدين بتروح هنا مع جين الشركه عشان يصوروا لقاء صحفي عن علاقتهم مع بعض. اما صاحبنا فبيروح لامه وبيتغدى معاها وبيعرف منها انها هتروح تعيش في دار الرعايه مع صاحبتها. وبعد ما بيسيبها وبيمشي بيتخيل انه شاف الراجل اللي كان لابس بدله يوم الحادثه. وبمجرد ما بيفتكر كلامه بيلاقي اختفى من قدامه لكن ما بيشغلش دماغه وبيطلع يروح للدكتوره وبيطلب منها انها تقنع امه عشان تتعالج بالكيماوي. بس بتعرفه ان امه رافضه الموضوع ده لان حالتها بقت صعبه ومش باقي لها كتير وهتفارق الحياه. ساعتها بيحس هان انه عاجز ومش قادر ينقذ حياه امه. ولما بيرجع البيت ما بيقدرش يتكلم مع هنا ولا يحكي لها اي حاجه من اللي مضايقاه. فبتتصل هنا بامها وبتعرف منها ان ام هان هتروح تقعد معاها في دار الرعايه لان عندها وجع مزمن في المعده زي ما ام هان قالت لها. وصاحبنا كان نفسه امه تشوف العرض بتاعه فبيروح لصاحب الشركه وبيطلب منه انه يقدم العرض بتاع المسلسل بتاعه شويه عشان والدته تلحق تشوفه. فبيوافق صاحب الشركه انه يقدمه 3 شهور. وكالعاده لما بيكون هان مخنوق بيروح يقعد لوحده عند دونج في محل الموسيقى لكن المره دي بتيجي هنا عشان تواسيه وبتاخده عشان يروحوا. وهناك بتقول له انها عندها برنامج راديو بكره وعاوزاه يبقى اول ضيف في حلقتها. فبيوافق وكمان بيدربها على الخاتمه اللي هتقولها لكن بحركه صايعه كده بيخليها تقول له انها بتحبه. هو مش قصده عليه طبعا هو قصده على الخاتمه اللي هتقولها في الحلقه. وبالفعل بيروحوا هما الاتنين تاني يوم البرنامج وبيستغل هان الفرصه عشان يعبر عن حبه ويعرف الناس انه بيحب واحده عشان يضايق جين وهو واقف. بعد ما بيخلصوا بيطلب جين من هنا انه يبات عندها في البيت وصاحبتنا بتوافق وده طبعا هان ما كانش عايزه. وفي نهايه اليوم بيدخل هان اوضته وبيلاقي هنا خارجه من اوضتها وبتغطي جين عشان السقعه طبعا. وقتها بيبقى صاحبنا واقف
هيولع، وبيقوم موقع جين على الارض وبيقومه عشان ينام في اوضه الضيوف، وبينام هو مكانه عشان تيجي هانا وتغطيه زي ما عملت معاه. واول ما بتيجي بتفضل بص عليه وهو نايم، لكنه بيفتح عينه وبيفضل يركز معاها. وبيقطع اللحظه الحلوه دي جين لما بيخرج من الاوضه وبيشوفهم، فبتتحرج هانا وبتدخل اوضتها، لكن بترجع بعد شويه وبتقعد معاهم، لكن بتعرفهم انها معجبه بيهم هما الاثنين ومحتاجه فرصه عشان تفكر هترتبط بانهي واحد فيهم. وده خلاهم هما الاثنين مش طايقين بعض اكتر، ومن الوقت ده بقوا بيتنافسوا هما الاثنين على مين هيقدر يكسب قلبها. وقبل ما يمشي جين بيطلب حاجه من هان، وطبعا هان مش طايقه فبيستغل الفرصه وبيضربه 30 قلم على وشه. وبالليل بيروح جين لبيت هنا ومعاه بوكيه ورد كبير، لكن صاحبنا بيكذب عليه وبيخليه يرميه وتحجج له، قال له انا عندي حساسيه منه. ولما بترجع هنا بتكون كيم معاها وبتشوف منظر جميل بالورد في دخلة البيت، لكن لما كيم بتدخل بتلاقي هان خارج من الحمام وبتتصدم، لكن جين بيتدخل بسرعه عشان يلم الفضيحه وقال لها انا اللي جبته هنا عشان كان عندنا شغل. وبعدين بيخرج هان وجين ويفضلوا يشربوا عصير ليمون كتير، وبيرجعوا البيت تاني وبيعرفوا هنا انهم اتفقوا انها هتخرج مع كل واحد فيهم يوم، وبعدها تحدد الشخص المناسب ليها. فصاحبتنا بتوافق وهي مضطره. واول ما بتصحى تاني يوم بتلاقي هان واقف ورا الباب وبيعلق لها ورد، فبتبقى فرحانه جدا. وبداوا اتفاقهم بانها هتخرج مع جين الاول، وبياخدها جين لاول مكان اتقابلوا فيه، وبيجيب لها طقم المدرسه هديه عشان يفتكروا اللوحه اللي رسمها لها زمان. والموعد بتاعهم بيمشي زي الفل. اما في اليوم التاني اللي هو المفروض هان هيخرج معاها، بتروح هانا لدونج وبتعرف الاغنيه المفضله بتاعت هان وبتشتريها، وبترجع البيت وبتلاقيه مظبط الدنيا وعامل جو رومانسي على الاخر ومحضر عشاء كمان. ولما بتديله الهديه بتاعته بيفرح وبيقول لها الاغنيه دي هي المفضله بالنسبه لي، لكن عارفه انا ما اشتريتهاش ليه؟ قالت له ليه؟ قال لها عشان كنت عايز الشخص اللي بحبه هو اللي يجيبها لي هديه. وبيفضلوا قاعدين طول الليل لحد ما بيعدي اليوم. وفي بدايه اليوم التاني بيلاقي هانا ابوه بيتصل عليه، ولما صاحبنا ما بيردش بيبعت له رساله انه عاوز يشوفه. فبيروح له هان وبيعرف منه انه هيطلق والدته، وكمان ابوه بيفكره باللي حصل ايام زمان عشان يبتزه ويخليه يقنع امه انها تخليه مدير المستشفى، وبيديله واحده اعتراف انا مش ابوك الحقيقي. واول ما بيسمع الكلام ده من ابوه بيطلع يروح لامه على طول وبيواجهها بالحقيقه اللي عارفها، وبالفعل هي ما انكرتش. وبتاخده وبيروحوا يقعدوا مع جوز امه، وبيبقى هان عايز يقول لامه اللي حصل زمان لكنه ما بيقدرش. فبتقوم ام هان وبتسيبه يتكلم مع جوز امه اللي بيعرفه انه طول السنين دي كان متجوز امه بس عشان المستشفى، عشان كده كان خانها زمان، ومن ساعتها ما بيبقاش هنا على طبيعته وبيخبي مشاعره وما بيقدرش يتكلم مع هنا ولا يشكلها. وبيقرر انه يروح لامه يحكي لها كل حاجه. من الناحيه التانيه بيحاول جين يستغل انشغال هان ويطلب ايد هنا للجواز، لكنها بتقول له انها لسه ما قررتش وهتفضل مستنيه لحد ما حاله هان تتحسن. وبنلاقي ام هان راحت المستشفى لجوزها وبتواجهه بالحقيقه، وبتقرر تدمر الحلم اللي عاش عليه وبتطرده بره المستشفى. هو ما يستاهلش غير كده اصلا لانه كان طمعان في فلوسها. في الوقت ده من كتر الضغط على صاحبنا بيفقد النطق، وبيروح للدكتوره وتعرفه ان كل ده بسبب الضغط النفسي اللي عليه، وبتديله علاج يمشي عليه الفتره. ولما بيرجع البيت بتبقى هانا مستنياه وعاوزه تفهم ايه اللي مضايقه، لكنه بيسيبها وبيدخل اوضته وبيقعد قدام اللابتوب بتاعه وبيقفل الستاره وبينام. لكن صاحبتنا ما بتقدرش تنام من قلقها عليه، وتاني يوم بتدخل هانا لاوضته وبتصحيه من النوم، لكن لما بتلاقيه برضه مش بيرد عليها وبتشوف العلاج بتاعه بتعرف انه فقد النطق. وفي نفس الوقت بتيجي امه تتغدى معاهم، كل ما تكلم ابنها بتتدخل هانا وبترد مكانه عشان ما تخليش امه تقلق عليه، لكنه بيتضايق وبيقوم يدخل اوضته. فبتقوم امه وراه وبتعرفه ان الدكتوره قالت لها على حالته، وبتاخده بالحضن وبيقعدوا يعيطوا. ولما بتمشي امه بيطلع يقعد مع هانا وبتحاول انها تخليه يتكلم، لكنه ما بيقدرش غير انه يقول لها بالاشاره كده ان هو بيحبها. وفي الوقت ده بتقرر هانا ان ده الشخص اللي هتكمل معاه باقي حياتها، وبتقول له مين غيري هيرضى يوعدك، انا مضطره ان انا اخليك جنبي طول حياتي. وبعدين صاحبتنا بتروح لكيم مديره الشركه وبتعترف لها انها بتحب هان، وان اللي بينها وبين جيم مجرد تمثيليه عشان تبعد عنها الاشاعات. لكن كيم بتتخانق معاها وبتقول لها ما تجيش الشركه غير لما تمشي هان من البيت. وهنا لما بترجع بتقول لهان على اللي حصل وبتعرفه انها مش هتسمح له انه يبعد عنها لانها بتحبه. تاني يوم بقى بيقرر صاحبنا هان انه يروح للمكان اللي جوز امه هدده فيه زمان، وبعد ما بيتمشى شويه في المكان بيروح لدونج في محل الموسيقى وبيدخل اوضه الاستماع وبتخيل نفسه يوم اللي حصل زمان وهو بيعيط. وبعدين بيرجع تاني لصاحبتنا هنا وهو مبسوط انه قفل باب كان قاتل روحه من زمان. من الناحيه التانيه بنلاقي كيم ومدير اعمال هان قاعدين في بار، وبتفضل كيم تشرب عصير ليمون وبتعرفه ان هانا والكاتب عايشين في مكان واحد. وقبل ما تمشي كيم بتقوله انها معجبه بيه. ده ايه ده يا جدعان؟ وفي نهايه اليوم ما بتقدرش هانا تنام لوحدها وبتطلب من هان يفضل قاعد جنبها لحد ما تنام. وتاني يوم صاحبنا هان كان قرر انه يحكي كل حاجه لحبيبته، فبياخدها وبيخرجوا بره وبيحكي لها على الموضوع من اوله. وكمان لما بيرجعوا البيت بيكتب لها كلام رومانسي في اللوحه اللي على التلاجة. وفجاه بيظهر قدامه الشخص اللي كان معاه في الحادثه، ايوه هو نفس الراجل اللي كان لابس بدله، وبيقول له انه هيموت بعد 49 يوم ولحد الفتره دي هيفضل يختفي ويظهر. وعشان يثبت له كده بيعرفه انه بكره الساعه 3 هيختفي
لمدة قصيرة وبعدين هيرجع لطبيعته تاني، وكل فترة هيختفي برضه ويظهر تاني. فصاحبنا ما بيبقاش مصدق الكلام ده، وتاني يوم بيتصل بهنا عشان يخرجوا مع بعض، فبتعرفوا ان وراها شغل ومش هتفضى غير الساعة 3 زي ما قال له الراجل. فهان قال لها تمام نتقابل الساعة 3، وبيروح فعلا في ميعاده. بس الساعة 3 بتدق وهو قدام الباب، وساعتها هو بيختفي وبيقرب من هنا عشان يتأكد انه مش موجود، لكن عشان هي مش شايفاه بتلاقي حاجة غريبة بتلمسها، فبتسيب المكان وبتطلع تجري بسرعة. وبعدين صاحبنا بيرجع تاني لطبيعته وبيتصدم اصلا من اللي حصل، وبيدخل اوضته وبيخلي هنا تسيبه وتخرج، لكن هي ما بتبقاش عارفة ايه اللي حصل، وبيفضل يفكر في كلام الراجل اللي ظهر له. وبعدين بيطلع يروح كالعادة عند دونج، وبيلاقي هنا مستنياه وبياخدها وبيدخلوا الأوضة، وبيبان عليها انها زعلانة منه، لكن هو ما بيقدرش يقول لها الحقيقة. وهم في طريقهم للبيت هنا بتلاقيه متضايق وبتحاول تغلط نفسها، وبتعرفه انها مشيت بدري عشان حست بحركة غريبة في المكان فخافت ومشيت، هي فاكرة زعلان بسبب كده. وتاني يوم لما هان بيصحى من النوم بيلاقي هنا بتضرب في كيس الملاكمة لحد ما ايدها اتعورت عشان تفرغ طاقتها لانها زعلانة بسبب اللي حصل، لكنه ما بيقدرش يبقى لطيف معاها زي الاول بسبب خوفه من اللي حصل له. وبالليل بتروح هنا تعدي على جين قبل ما تزور امها، وبيلاحظ جين انها متعورة في ايديها فبيحط لها مرهم على الجرح. وبعدين بتروح لامها وبتفرح جدا لما بتشوفها، واول حد امها بتسألها عليه هو هان لانها بتحبه شوية. ولما بتطلب هنا من امها انهم يخرجوا بترفض لانها متفقة مع ام هان انهم يخرجوا مع بعض، وبتاخدها وبتوريها ام هان وهي محطوطة على الاجهزة لانها تعبانة ومش عايزة ابنها يعرف. وبالليل بترجع هنا البيت وبيبقى هان ساعتها مختفي تاني، وبيدخل وراها الأوضة وبيسمعها وهي بتكلم نفسها وبتقول إنها زعلانة منه وعاوزاه يصالحها، وبيعرف وقتها إنها هتفضل مستحملاه لآخر يوم في عمرها. وتاني يوم الصبح بيروح هان لأمه وبيلاقيها تعبانة، وبيفضل قاعد جنبها لحد ما بتفوق، وبيطلب منها تتعالج بالكيماوي، وبيفضل يعيط لحد ما بتوافق. ولما بيرجع البيت بيقرب من هنا من غير ما يتكلم، وبعدين بيتأسف لها عن طريقته معاها، وبيقرروا يخرجوا مع بعض، وبيروحوا عند دونج عاملين تعاقد هناك مع المحل بتاعه تقريبا. وهنا بتخليه يوعدها انه مش هيسيب البيت ولا هيفكر ينفصل عنها. ولما بيرجعوا البيت هنا بتقيد كل الانوار، وبتعرفه انها متعوده على كده من بعد ما ابوها مات وامها تعبت وراحت دار الرعايه، وبتطلب منه انهم يبدلوا الاوض بتاعتهم النهارده. ولما بيقوم هان الصبح وبيروح لها الاوضه بيلاقيها كاتبه له رساله على الكمبيوتر، فبيقرب منها وبيفضل سرحان في جمالها لحد ما بتقوم وبتبقى فرحانه وبتطلع تجري على اوضتها. بعدها بيقرر هان انه ياخدها للمكان اللي كان رفضها فيه، للدور بتاع الفيلم بتاعه عشان يغير الذكرى اللي حصلت، وبيجيب لها سلسلة هدية كمان وبيديها لها. ولما بيروحوا صاحبتنا بتسأله إذا كان هيفضل يحبها على طول ولا لأ، ولا شوية وهيسيبها ويمشي، لكنه بيرد من غير كلام وبيقرب منها وبيدوقها الزبيب. لكن بعد ما هان بيسيبها بيروح لكيم وبيطمنها انه بيخطط انه هيسيب بيت هنا، وبيطلب منها تفضل جنبها وبيسيبها ويمشي. وفي الطريق بيفضل يكلم هنا في التليفون، وبتبقى صاحبتنا طايرة من الفرحة. وبيروح بعدها ياكل مع مدير أعماله والمساعد بتاعه كمان، وبيقرر انه يخلي المساعد بتاعه يبيع له افكار جديده للكتابه، وبيفرح جدا. اما مدير اعماله بيكون سرحان في كيم ومش عارف يعمل معاه ايه عشان عايز يعترف لها بحبه، فبينصحه هان انه يعترف لها عشان ما يرجعش يندم بعدين. وبالفعل بيسمع كلام هان وبياخد ورد معاه عشان يعترف لكيم بحبه، لكن كيم بتكلمه برسميه كده وبتحرجه، لكن من جواها بتبقى مبسوطه انه جاب لها ورد او حتى انه اعترف لها بحبه. اما بقى دونج فبيروح يزور ام هان وبيقعدوا يشربوا قهوه مع بعض، وكل واحد فيهم بيعترف للتاني انه كان الحب الاول. وبالليل بيخرج صحابنا مع جين، فجين بيسألها يعني هو هان فيه ايه زيادة عشان تحبيه هو؟ قالت له بيعرف يقيد نور البيت كله. فبيقوم هان ويسيبهم ويمشي، فبتحس هانا انه اتضايق، لكن لما بترجع البيت بتلاقيه سبقها عشان يقيد لها نور البيت كله زي ما بتقول، وبيعرفها انهم هيخرجوا مع بعض في رحلة بكرة. وبالفعل تاني يوم بيركبوا العربية وبيروحوا المكان فاضي ما فيهوش ناس، لكن وهم هناك بيلاقوا صندوق بريد بيوصل الرسائل بتاعتهم بعد سنة. بيفضلوا يلفوا في المكان وبيضحكوا ويهزروا، وبعدين بيقعدوا في مكان فاضي وكل واحد ظهره للتاني وبيكتب رسالة بس مش هتوصل للتاني الا بعد السنة كاملة. وبيروحوا المكان كله انوار، وبيطلع هان تليفونه وبيصورها، وصاحبتنا بتكون مبسوطة، وده خلى نفسيته تتحسن ويكمل كتابة في السيناريو بتاع الفيلم لحد الصبح. وبيروح لصاحب الشركة اللي بيعجبه السيناريو جدا، لكن بيكون عاوز يعرف مين الشخص اللي كان طلب منه يقدم العرض عشانه. فهان بيعرفه انها تبقى والدته، لكن صاحب الشركة بيقول له ان لسه قدامهم وقت كتير. فبيرجع البيت زعلان وبيقول لهان اللي حصل، وبما انها ممثلة بتاخده وبيروحوا دار الرعاية لأمهاتهم وبيمثلوا افتتاحية الفيلم قدامه. وبعدين صاحبتنا بتروح لكيم وبتصور برنامج معاها لأن كيم أصلا كانت زعلانة منها. ولما بتحاول هانا تصالحها فكيم بتقول لها على اللي هان ناوي يعمله، إنه بيخطط إنه يسيب البيت أصلا. وقتها بتتصدم هانا من كلامها وبترجع له البيت ومعاها المساعد بتاعه وبتواجهه باللي عرفته. ولما بيأكد لها إنه قال كده بتزعل وبتدخل أوضتها، وبيرجع هان أوضته وبيفكر إزاي يصالحها
يصالحها، وبيجيله فكرة ان يخلي المساعد بتاعه يتصل بصاحبتها تيجي تقعد معاهم، وبالفعل بتيجي صاحبتها للبيت وبيقعدوا ياكلوا مع بعض، وبيستغل هان موهبته في التأليف وبيفضل يقول لها كلام حلو وهم قاعدين، وبعدين بيخلي صاحبتها تخبط فيه وبيمثل ان ظهره تعبان، فبتضطر هانا انها تسنده لحد السرير، لكن هي بتبقى فاهمة انه بيضحك عليها عشان يصالحها وبتسيبه وبتخرج بس وهي فرحانة لانه مهتم بيها. وتاني يوم بتصحى تلاقيه محضر لها الفطار وبيفطروا كلهم مع بعض، وبعدها بيمشي المساعد وحبيبته، فبيقرر هانا انه يروح لها اوضتها ويصالحها وبيسلم عليها كده، لكن بيتحجج ان ايده وجعاه عشان يفضل ماسك ايديها، وبيتفقوا انهم يقضوا باقي اليوم كله ماسكين ايد بعض، واللي هيسيب الاول هو الخسران. انا مش عارف هو هيخسر ايه بس هو الخسران، وهانا هي اللي بتخسر عشان بتضطر تروح شغلها. وبعد ما بتخلص شغل بتقعد مع صاحبتها وبتعرف منها ان هان قال لها نفس الكلام اللي قاله الكيم، ان هو هيسيب البيت ويمشي، فبتفتكر مواقفهم مع بعض وبتقلق عليه وبترجع البيت بسرعة، وبتبقى مفكرة انه بيقول للناس كده عشان يسيبها، لكنه بيكذب عليها وبيفهمها انه بيقول لهم كده لانه هيسيب البيت بعد ما يخلص الفيلم، بس بيتفاجئ ان هي اللي بتطلب منه الجواز، هو مش المفروض العكس. وفي اليوم اللي بعده بيكون هان شغال وبيسمع صوت صاحبة هنا، ولما بيطلع بيتصدم من جمال هنا في الفستان اللي هتقدم بيه مستحضرات التجميل الجديدة. وبعد ما التصوير بيخلص بيكون جين هناك، وطبعا لسه الناس مفكرة انهم مرتبطين ببعض، فكل اللي واقفين بيقولوا لهم انتوا لايقين على بعض، فجين بيمسك ايدها وبيتصوروا لكنها بتكون متضايقة. اما هان فبيروح للمساعد عشان يقرأ المواضيع اللي جابها له، لكنه بيفاجئه بصورة جين وهو ماسك ايد هنا، فصاحبنا بيتعصب جدا لانه غيران عليها. وبعد العرض بيوصل جين هنا في الطريق وبتطلب منه هنا انه ما يتصرفش معاها كأنهم مرتبطين قدام الناس تاني، ولما بتوصل بتبقى عاملة حسابها ان هان زعلان عشان هي ما قالتلوش انها هتبقى مع جين، وبتعرفه انها هتعلن انفصالها عنه وهتعترف قدام الناس انها بتحب هان، لكن صاحبنا بيقول لها ما تعملش كده. ولما بيعدي اليوم بتروح هنا تصحيه، بس هو بيعمل نفسه كان سهران طول الليل بيمثل يعني، فبتعمل انها قفلت الباب، فبيشيل الغطا من على وشه بيلاقيها واقفة، فبتزعل وبتروح اوضتها، وبيروح هان وراها عشان يصالحها وبيلاقيها متعصبة عليه ومش عايزة تكلمه. من الناحية التانية امهات اصحابنا قرروا انهم يخرجوا مع بعض وبيروحوا ياكلوا مع بعض وبيتصوروا وبيبعتوا الصور لولادهم، وبعدها بيروحوا عند كنيسة وكل واحدة فيهم بتتمنى امنية، وهما الاتنين كان نفسهم ان ولادهم يتجوزوا. وفجأة بدون اي مقدمات بتقع ام هان وبتفقد وعيها، والناس بتنقلها المستشفى، وهناك بيتصلوا بهان وبيعرفوا الخبر، فبيروح هان يقعد جنبها لحد الصبح، وبتبقى صاحبتنا متضايقة عشان ما عرفتش تروح معاه. انما صاحبنا هان بقى بتجيله الدكتورة تطمنه ان امه فاقت، لكن بتعرفه ان المرض انتشر والعلاج مش جايب نتيجة معاها. وقتها بيفتكر هان الراجل اللي قاله انه هيموت وما بيبقاش مستوعب ايه اللي بيحصل في حياته. في الوقت ده بتكون هان عند امها في دار الرعاية، وامها بتكون زعلانة جدا بسبب اللي حصل لصاحبتها، لكن بتفرح لما بتتصل هنا بصاحبنا وبتعرف ان صاحبتها فاقت وبتكلمها. وبعدين بيلاقي امه حاسة انها هتموت وبتطلب منه انه يفضل جنبها، وده خلاه يقرر بعدها لما بيروح لدونج وبيدخل الأوضة انه يخلي هانا تكرهه عشان ما تحسش بوجع لما يموت. وفعلا لما بيروح البيت بيبدأ يتكلم معاها بطريقة وحشة وكلام كده على القد عشان يخليها تبعد عنه، لكن هانا ما بتبقاش عارفة ده بسبب ايه، وبترفض انها تنفصل عنه لانها بتحبه ومش عاوزاه يبعد عنها. وتاني يوم بيروح صاحبنا لمدير اعماله وبيطلب منه انه يشوف له مكان تاني يقعد فيه لانه خلاص انفصل عن هنا. وبعدين بيروح لامه المستشفى وبياخدها عشان تاخد علاج الكيماوي، وبالصدفة بيقابل البنت اللي كان مرتبط بيها زمان ماشية مع مديرة المستشفى، والبنت دي بتقف تتكلم معاه بعد ما امه بتمشي. اما صاحبتنا بقى بتبقى قاعدة مع كيم وبيتكلموا عن مخرج الفيلم الجديد، وفجأة بيجي لهانا رسالة من آن انه عاوز يقابلها، فبتبقى فرحانة وبتروح له على طول، وبتتصدم لما تلاقي جين قاعد معاه. واول ما بتقعد آن بيبدأ كلامه وبيقول لها انه مش عاوز يكمل معاها وممكن يكملوا في علاقتهم لان الناس كده كده عارفة انهم مرتبطين ببعض. فبتتضايق هانا من كلامه لانها بتفكر انه بيتحكم فيها وكمان بيتخلى عنها، وبتزعل وبتقوم عشان تمشي، فبيروح معاها جين عشان يوصلها للبيت، وبتفضل مستنياه لحد ما يرجع عشان تتكلم معاه، لكنه بيتجاهلها وبيدخل اوضته وبيسيبها وهي بتعيط. وبعدين بيروحوا هما الاتنين المقابلة مع المخرج الجديد تاني يوم، وبيفضل يضايقها بكلامه لحد ما بتزهق من معاملته ليها وبتسيب الاجتماع وتقوم. وبنلاقيها بعدها جايبة هدية لأم هان وبتروح تزورها في المستشفى، وطبعا أم هان عارفة ان صاحبتنا بتحب ابنها فبتديلها الخاتم اللي كان اشتراه هان ليها وبتطلب منها انها تاخد بالها منه، ولكن صاحبتنا ما قالت لهاش ان ابنها عايز ينفصل عنها.
ولما بتطلع من عندها بتلاقي هان قاعد بره، فبتروح توريله الخاتم وهو بيكون متضايق انها لابساه. ولما بتجيله البنت اللي كان مرتبط بيها زمان وجايباله قهوة كمان، صاحبتنا بتتضايق وبتمشي، لكن البنت بتلاحظ انها اتضايقت لما هان كلمها كأنهم مرتبطين. فبعدها على طول هنا بتبعت له رسالة وبتقول له انها عاوزة تشوفه الساعة 6، وبالفعل بيروح لها لكن بعد الميعاد بتاعها بساعتين، وكمان واخد معاه البنت اللي كان بيحبها عشان يعرفها انه مبقاش عايزها في حياته. وبيفضل طول ما هو قاعد يقول للبنت كلام حلو، فصاحبتنا بتتضايق وبتقوم تمشي. ولما بترجع هنا البيت بتلاقي هان ايده متعورة، فبتجري عليه لكنه بيبعدها عنه وبيدخل اوضته، فبتروح وراه فبتلاقيه لم كل حاجته وناوي يمشي من البيت. لكن لما بتعرفه انه لو عمل كده كل اللي بينهم هينتهي، بتتصدم بردة فعله، بيقول لها انا ما بقيتش عاوزك في حياتي، وبيسيبها ويمشي. وصاحبتنا ما بتقدرش تستحمل الكلام ده، فبتخرج وبتفضل تعيط. وبيجي ساعتها جين وبياخدها معاه لبيته وبيخليها تبات عنده هناك عشان تتعود ان هان مش هيبقى موجود في حياتها. بعدها بيوم بيروح هان للدكتورة وبيعرف منها ان مفيش امل في حالة امه، وبعدها بيروح لامه الأوضة وبتطلب منه انه يعمل لها حفلة وداع ويجمع فيها كل الناس اللي بيحبوها عشان مش عاوزة حد يعيط عليها بعد موتها. وفعلا صاحبنا بيوافق وبيجهز نفسه يومها، وبيروح وهو لابس بدلة لمحل دونج وبيستقبل كل الناس اللي جاية بما فيهم هانا، وبتمثل قدام اللي قاعدين ان مفيش خلاف بينهم. وامه لما بتيجي بتكون لابسه الطقم اللي جابهولها وبيستقبلوها كأنها عروسة، فبتشكرهم كلهم على الأيام اللي قضوها مع بعض، وبتطلع تليفونها وبتصور صحابنا وهم قاعدين مع بعض، بس هي ما تعرفش انهم انفصلوا. وبعدين بيدخلوا هما الاتنين اوضه الاستماع وبتفاجئوا انها بتقلع الخاتم بتاع امه وبتديهوله لانها مش هتقدر تنفذ اللي ام هان طلبته منها، وبتقول له كده كل اللي كان بينا انتهى وبتسيبه وتخرج. وقبل ما تمشي صاحبتنا بتودع ام هان وبعدين بتاخد امها وبتمشي. اما صاحبنا فبيفضل قاعد مع امه وبيفضل يهزر معاه وبيفتكره لما كان صغير، وبتشكره عشان كان طول حياته الابن اللي كانت بتتمناه. اما هانا بقى لما بترجع البيت بتفضل قاعده قدام الورد اللي كان هان معلقه على باب اوضتها، وبتفتكر لما كان بيقول لها كلام حلو وبتفضل تعيط انها مش فاهمه هو بينفصل عنها ليه. بس لما هان بيجي وبيسمع صوتها وهي بتعيط بيفتح الاوضه عليها، ده حتى مش بيواسيها، بيقول لها صوتك عالي قوي، لو عايزه تعيطي اطلعي بره البيت، وبيسيبها ويمشي. من وقتها قررت هانا تقطع كل اللي كان بينهم وبتخلع السلسله اللي كان جايبها لها وبتحطها له على المكتب في اوضته. من جانب اخر بقى بنلاقي ام هان قاعده على سرير في المستشفى وفرحانه بالصور اللي اتصوروها مع بعض وبتوريها للدكتوره صاحبتها، وبيفضلوا يستعيدوا ذكرياتهم مع بعض من ساعه ما اشتغلوا في المستشفى. صاحبتنا هنا بقى بتروح لجين البيت وبتلاقيه عامل لها مفاجاه كمان وبيطلب ايديها للجواز تاني، لكن هي لسه متعلقه بهان وما بتوافقش انها تلبس الخاتم اللي جابه لها. فجين بيقول لها انا هديكي وقتك، فكري براحتك وانا موجود زي ما انا. في الوقت ده بيكون صاحبنا مع امه في المستشفى وبتطلب منه انه يبات معاها النهارده، وبتحكي له ان الناس يوم ولادته كانوا بيخوفوها عشان ملوش اب لان ابوه مات قبل ما يتجوزوا، لكن حبها ليه كان اقوى من راي الناس. وبمجرد ما بينام هان جنب امه بتقوم وبتمسك الجواب اللي كان كاتبه لها يوم عيد ميلادها وبتكتب له فيه انه لازم ياخد باله من نفسه ويعيش حياته وما يتاثرش بموتها. وبعدها على طول بتفارق الحياه. ومن ساعتها وايام صاحبنا بتعدي شبه بعض لانه من وقتها ما بيطلعش من اوضته وما بيعملش حاجه غير انه يكتب بس، وفي خلال اسبوعين بيخلص 5 اجزاء من السيناريو بتاعه. ومش بس هو اللي متاثر، ده حتى دونج صاحب محل الموسيقى بيبقى قاعد في المكان اللي قابل فيه ام هان لاول مره وبيفتكرها وبيفضل يعزف الاغنيه اللي كانت بتحبها في الشارع. وصاحبتنا بتبقى راجعه من شغلها وبيبقى مدير اعمال هان مستنيها قدام البيت، فبتدخله معاها وبيبقى عايز يعرف سبب انفصالها عن هان، لكن هي اصلا مش فاهمه هي ليه بتنفصل عنه. ومفيش ثواني وبيجي هان البيت وبيدخل معاه الاوضه وبيلاقي لسه معلق صورتها عنده في الاوضه، وبيطلب منه انه يرجع لها لانه اتغير من ساعه ما هي دخلت حياته. بس هان بيزعق له عشان ما يتدخلش في حياته وبيستعجله عشان يجيب له مكان جديد يقعد فيه ويسيب البيت ده. بعدها بنلاقي كيم عزم مدير اعمال هان عندها في البيت وبيعترف لها انه بيحبها، لكن بتقول له انه يستاهل واحده احسن منها. وبعدها بيجي ميعاد الاجتماع الاول في اداء الفيلم وبيفضل صاحبنا يعلق على طريقه اداء هنا لدرجه انهم كانوا هيتخانقوا مع بعض قدام الناس. وبعدين بيروح هنا عند دونج محل الموسيقى وبالصدفه بتروح هنا صاحبتنا وراه وبتعرف انه في الاوضه، فبتدخل عشان عايزه تعرف سبب كرهه ليها. بس صاحبتنا بتتصدم لما بتلاقيه اختفى من الاوضه وبتلاقي حاجه بتمسك ايديها، فساعتها صاحبتنا بتترعب وبتطلع تروح البيت وبتفضل سهرانه عشان تبحث عن سبب اختفائه. وبتعرف انها ظاهره موجوده من سنه 1945 وبتحصل لواحد بس في المليون، وبسبب التفكير في
الموضوع ده صاحبتنا تاني يوم بتتعب فجأة في التصوير وبتفقد الوعي، وكمان بينقلوها للمستشفى. واول ما بيعرف هم من المساعد بتاعه بيجري بسرعة عشان يروح لها، وبيدخل الأوضة يطمن عليها وبيتكلم معاها، بس كان مفكرها نايمة. لكن قبل ما يمشي بتمسكه من ايده وبتقول له يفضل جنبها، بس هو بيرفض وبيشد ايده وبيمشي. وصاحبتنا ما بتيأسي، بتنزل وراه جري في الشارع وبتمسك فيه عشان ما يسيبهاش، وبتفضل تعيط اكنها طفلة صغيرة، وده خلاها تصعب عليه. وعشان كده قرر يقول لها الحقيقة اللي خلته قاسي عليها طول الفترة اللي فاتت، وان هو فاضل له ايام معدودة بس اللي هيعيشها، وعشان كده كان بيفكر ينفصل عنها. ومن وقتها بيقربوا من بعض اكتر بعد ما بيوعدها انه هيفضل معاها ومفيش حاجة هتفرقهم الا مفارقته للحياة. وبيجي ميعاد افتتاح تصوير العرض، وبيبقى كل الناس مبسوطين لحد ما بيجي لهم خبر ان هان سرق السيناريو من حد، ودي عمرها ما حصلت لانه عمره ما سرق اي سيناريوهات من حد. بس صاحبنا ما بيهتمش بالخبر لان عارف ان هو اللي كاتبه. وهنا لما بترجع البيت بتفتكر كل اللحظات السعيدة اللي كانت بينهم، وبالصدفة بتشوف الدفتر اللي كان مكتوب فيه عن الموت والاختفاء، وبتقطع ورقة منه. بس قبل ما تقراها بيدخل هو البيت، فصاحبتنا بتخبي الورقة. ولما بتحس انه متضايق بسبب الاشاعة اللي اتنشرت بتطلع لايف لكل معجبينها، وبتعترف للناس انها كانت معاه هو بيكتب كل الاجزاء كمان، وبتدافع عنه قدام الناس. ولما بترجع هنا البيت بتلاقيه مستنيها في اوضتها وماسك الورقة اللي هي قطعتها من الدفتر بتاعه، وما بيبقاش عاوز يعذبها اكتر من كده، لكنها بتلومه عشان خبى عليها طول الفترة دي، وبيفضلوا يعيطوا هما الاتنين. وفجأة بتلاقيه جاهز شنطته وماشي من البيت، بس هنا بتطلع تجري وراه وبتمسكه وبتعرفه انها نفسها تقضي اللي باقي من عمره معاها. والتاني يوم بيقوم صاحبنا يوصلها الشغل، وبيروح يقعد عند دونج في المحل لحد ما يرجع من مشواره. وجين ساعتها بيجيله وبتجيلهم فكرة كده عشان يحموا سمعة هنا، وبالفعل بيروحوا عند شغلها وبيوزعوا قهوة واكل، وكمان بيقولوا للناس حقيقة ارتباطها بهان. بس صاحبنا جين حب يخنزر عليهم، فبيقول لهم في مقابل اللي انا عملته ده انا هبات النهارده معاكم في البيت عشان هسافر بكره. ولما بيصحوا الصبح بيكون جين مشى، وبعدين بيروحوا هما الاتنين يزوروا ام هانة في دار الرعايه، وبتجيب امها الصندوق اللي كان فيه حاجه ام هان. لكن صاحبنا بيتصدم اول ما بيفتح الصندوق لانه بيشوف صوره الراجل اللي ظهر له بين حاجه امه، فبيسيبه وما بيرجع البيت بسرعه لانه مش فاهم فيه ايه وايه علاقه الراجل ده بامه. ولما بترجع هانة وبتركز في الصوره بتقول له انت فيك شبه من الراجل اللي في الصوره. فبيروح هان تاني يوم عند القبر بتاع امه لان صاحبنا زهقان ومش عارف يفهم ايه علاقه الراجل ده بامه. وفعلا بيظهر الشخص ده قدامه تاني وبيعرفوا انه يبقى ابوه كمان. وبعد ما بيمشي هان من قدام القبر بيفتكر كلام ابوه لما عرفه انه كان هيموت اول ما العربيه خبطته، لكنه انقذه عشان يفضل جنب امه لحد ما تموت. وبعدين بيرجع البيت وبيستنى هنا وبيقيد لها النور كله زي ما هي متعوده، وبيهنيها على ادائها في الدور، وبيقعد يحكي لها على كل اللي حصل. وبيتخيل ابوه لما عربيه خبطته ومات وهو في طريقه عشان يتجوز امه. من ناحيه تانية بيكون جيم في طريقه عشان يسافر لباريس تاني، وبتلحقه هنا وبتودعه قبل ما يسافر. اما صاحبنا فبيروح المكتب لمدير اعماله والمساعد هناك، وبيبقوا مبسوطين بنجاح الروايه. وهنا بيقرر هنا انه ياخد اجازه طويله، وبيدي الفلاشه اللي عليها سر الطريقه بتاعته للمساعد بتاعه، وبيوصيه ما يديهاش لحد لان ده سر مهنته. وبيروح هنا المحل بتاع دونج وبيشكره على كل حاجه عملها معاه، وبيعرفه انه مبسوط انهم كانوا صحاب. ولما بيرجع البيت بيلاقي هنا مستنياه، فبيدي لها الخاتم بتاع امه وبيلبسه لها، وبيكون شكله جميل عليها. فصاحبنا بيقوم مقرب منها ومدوقها الزبيب. وتاني يوم بتبقى هنا في شغلها وبتروح لها كيم وبتاخدها وبتمشي، لكن بيبقى هان مستنيها وبياخد حبيبته وبيمشوا وهم ماسكين ايد بعض قدام الناس. فكيم ساعتها بتغير وبتروح لمدير اعمال هان وبتقول له انها كانت بتحبه، ولكن هو ما كانش مصدق نفسه، فبيشيلها وبيلف بيها في الشارع. وبالليل بيكونوا اصحابنا نايمين جنب بعض، فهنا بتمشي ايدها على وشه عشان تفتكر ملامحه لما يمشي، وده كان اخر يوم في حياة هان. وبالليل صاحي من بدري وبيطلع قدام البيت، وبيفتكر لما شاف هنا طالعه من فوق البيت لما كانت بتصوره في اول المسلسل. وبعد ما صاحبتنا بتقوم من النوم بيخرجوا يتصوروا مع بعض، ولما بيرجعوا البيت بتفضل هنا تغني له عشان تبقى ذكرى بينهم. وقبل ما الساعه تضوء 12 بيخليها تغمض عينيها ويخليها تتخيل انه مختفاش، وكمان كمل معاها لحد اخر عمره. وكل سنه بيحتفلوا بعيد ميلادها وبيبص في عينيها وبيسرح فيها لاخر مره، وبيشكرها على الوقت اللي قضاه معاها وعلى كل حاجه اتعلمها منها. بس ده كله كان خيال يا صاحبي. واول ما الساعه بتدق 12 بيختفي من قدامها، وبتفضل صاحبتنا تعيط لان ده كان حب حياتها الوحيد اللي راح من ايديها خلاص. لكن هي سمعت الكلام اللي هو قاله لها. وبعد سنه بنعرف ان الفيلم نجح وكسر الدنيا، والناس مستنيين الجزء التاني كمان، وان مساعد هان هو اللي هيكتبه عشان هو الوحيد اللي معاه سر مهنة هان. ولما صاحبتنا بتروح لدونج بتلاقي امها قاعده هناك، لكن امها ما بتفتكرهاش. بس صاحبتنا بتعدي الموضوع زي ما علمها هان، وبتسيبهم وبتدخل اوضه الاستماع وبتحكي لهان كل اللي حصل معاها، وبتتخيل انه قاعد جنبها وبيسمع كل اللي بتقوله. وهي مروحه البيت بينادي عليها الراجل بتاع البريد وبيديها الجواب اللي كان كاتبه هان من سنه، وبتاخد الجواب منه وبتدخل تقراه. كان
كاتب لها انه اسف على كل حاجه عملها معاها، وبتفضل فاكراها هنا في كل لحظات فرحها، وبتتخيله طول ما هي ماشيه في الشارع. وصاحبتنا بتكتب جواب ان علاقتهم ببعض كانت سبب في ان كل اللي حواليهم يعرفوا معنى الحب، وبكده يكون مسلسلنا خلص. مش دي النهايه اللي كنا بنتمناها، بس مش مشكله، متعوضه المره الجايه طبعا. لو المسلسل عجبكم ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا جرس التنبيهات، واقدر اقول لكم دلوقتي مع السلامه.